أهلا بكم. حدث استثنائي جدا بنعيشه في مصر، انتخابات رئاسية على الأبواب. كتير من الشخصيات أعلنوا إن هم فعلا هيترشحوا في انتخابات الرئاسة المقبلة. شخصيات أخرى أعلنت أنها قد تترشح أو حتى قد تفكر في الترشح. حملات على الإنترنت وعلى الفيسبوك بتطالب العديد من الشخصيات للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة. انتخابات فريدة من نوعها، فيها مرشحين كتير، ومن حقنا إن احنا نختار اللي احنا شايفينه أصلح لبلدنا والمستقبل مصر. قررت إني أرصد تحركات وأجمع معلومات عن كل شخصية من الشخصيات أو معظم هذه الشخصيات اللي قررت تترشح أو التي قد تترشح حتى. نعرف عنهم أفكارهم، آرائهم، نحللها ونعرفها ونفكر فيها، نعرف برامجهم، نقابل منسقين حملاتهم ونشوف الدنيا ماشية ازاي علشان نعرف ناخد قرار نحس ان احنا رضينا ضميرنا فيه. علشان يبقى فيه منطق في ترتيب الشخصيات، النهاردة ان شاء الله هيكون معانا معلومات بسيطة عن بعض الشخصيات التي اعلنت انها سوف تترشح لانتخابات الرئاسة 2011. معلومات بسيطة عنهم، وسيكون منطق الترتيب هو نتيجة استطلاع رأي أجراه موقع مصراوي. هناخد من النتيجة بتاعة الاستفتاء تنازليا، أكتر واحد أخذ نسبة الأول ثم الذي يليه إلى آخرهم، لكي يكون هناك فقط منطق في ترتيب الشخصيات. سوف نهاية الحلقة سوف أخبركم عن بعض آخر التحركات التي قام بها العديد من هذه الشخصيات. الحاصل على المركز الأول في استطلاع الرأي على موقع مصراوي هو السيد عمرو موسى، يبلغ من العمر 75 عاما، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 58، ثم عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية في عام 77، حتى صار مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في عام 1990. ثم بعد ذلك شغل منصب وزيرا للخارجية في عام 91، ثم شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية عام 2001. وأهم ما يميز السيد عمرو موسى عن باقي مرشحين الرئاسة أنه الوحيد الذي ذكر اسمه في أغنية شعبية شهيرة. الحاصل على المركز الثاني في استطلاع الرأي هو الدكتور محمد البرادعي، البالغ من العمر 69 عاما، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعمل موظفا في وزارة الخارجية إلى أن مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك عام 74، ثم عاد إلى مصر ليعمل مساعدا لوزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي آنذاك، ثم ترك الخدمة في الخارجية ليصبح مسؤول القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث. عمل أيضا أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة القانون جامعة نيويورك، والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 84، وشغل فيها مناصب عدة إلى أن وصل لرئاسة الوكالة عام 97، وأعيد اختياره ليرأس الوكالة لفترتين بعدها. نال جائزة نوبل للسلام عام 2005، وحصل على العديد من الجوائز العالمية الأخرى. أما المرشح الثالث بحسب استطلاع موقع مصراوي هو المستشار هشام البسطويسي، عمره 60 عاما، تخرج أيضا في كلية الحقوق جامعة القاهرة، بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك وقاضي بالمحكمة الجزئية، ثم صار نائب رئيس محكمة النقد في عام 2000. أعير إلى الإمارات في خلال فترة عمله، وشارك في اعتصامات القضاة المصريين للمطالبة بإعادة قاضيين مصريين للعمل بعد فصلهما التعسفي. عندما شارك في الإشراف في إحدى المرات على إحدى الدوائر، ألغى نتيجة الانتخابات لرفضه التزوير، فلم ينتدب بعدها للإشراف على الانتخابات مرة أخرى. المرشح الثالث بحسب الاستطلاع هو السيد حمدين صباحي، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وساهم في تأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري بجامعات مصر، وهو وكيل مؤسسي حزب الكرامة السابق ورئيس تحرير صحيفة الحزب. أسس مركز إعلام الوطن العربي الذي كان مركز تجمع الناصريين، وكان له دور تدريبي كبير للعديد من الصحفيين الكبار في مجلس الشعب في دورتي 2000 و2005.
وكان أيضا عضو مجلس نقابة الصحفيين. اعتقل مع رموز الحركة الوطنية المعارضة في عصر الرئيس الراحل أنور السادات. الاسم الأخير والمرشح لانتخابات الرئاسة 2011 هو الدكتور أيمن نور، والذي يبلغ من العمر 47 عاما. هو معارض ليبرالي مصري، مرشح سابق للرئاسة، رئيس حزب الغد، عضو سابق في حزب الوفد، عمل بالمحاماة والصحافة وجمع بين نقابتيهما. تخرج في كلية الحقوق وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في محاكمات وصفها البعض بالسريعة والمثيرة للجدل، وأفرج عنه بعد ذلك لأسباب صحية، ويقول الكثيرون أنها قضية ملفقة لأغراض سياسية. كان نائب سابق بمجلس الشعب، أيضا حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية. ويبقى اختيار رئيس آخر غير كل هؤلاء له نسبة كبيرة في التصويت، حيث صوت 29% من المشاركين في هذا الاستطلاع باختيارات أخرى ربما نتحدث عنها في حلقات قادمة. بعد هذا التقرير معانا آخر أخبار عن حملات الترشح لانتخابات الرئاسة 2011. معانا 3 أخبار عن الدكتور محمد البرادعي. أول خبر أنه صرح بأنه لم يشارك في جلسات الحوار الوطني التي عقدت لأنها هزلية وتفتقد للمصداقية، وأنه لن يجلس مع ممثلي الحزب الوطني قبل تطهير الحزب. تاني خبر متعلق بالدكتور البرادعي أنه بدأ في عقد جلسات استماع مع بعض الخبراء المختصين في العديد من المجالات لكي يصيغ برنامجه الانتخابي في الصيغة النهائية. الخبر الثالث متعلق الحقيقة بحملة الدكتور البرادعي، والتي بدأت في تجهيز وتدريب أعضائها على التحاور وإقناع الجماهير لبدء حملة الدعم. معانا خبر تاني متعلق بمجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، والذي أعلن أنه سوف يترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة لأنه لا يرى في المرشحين الحاليين أحد يرتقي إلى مستوى طموح ثورة 25 يناير. أيضا خبر آخر عن أيمن نور، والذي أعلن جزء من برنامجه الانتخابي من الشرقية، وأعلن أنه سوف يزيد نسبة الأجور بنسبة 100% خلال عام، ويضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه وحد أقصى 30,000 جنيه خلال عامين. دي كانت آخر أخبار حملات الترشح للرئاسة 2011. أراكم بعد غد إن شاء الله في متابعة جديدة لآخر تطورات الحملات المختلفة، ومع شخصيات جديدة وأخبار جديدة عن انتخابات مصر 2011. أشوفكم على خير.